مش عارفه ايه اللي انا بعمله ده والله. النهارده انا جايه افتن على سر كبير، اما مش عارفه انتوا بتعملوا في نفسكم كده ليه بجد. حاسه ان انا سالكه معاكم قوي، كان بيضحك عليكم. انزلي بيه في عز النهار الساعه 8 الصبح، ارجوكي تجنبيها ارجوكي. اهلا وسهلا في نادي سماسيمو السري. طا النهارده انا جايه افتن على سر كبير بيعملوا الدفعات الاكبر منكم، فبيخليهم ان هم بيتنمروا عليكم ليه بقى؟ وانتوا ليه ما بتبقوش واثقين من نفسكم؟ اول ايام الجامعه بتاعتكم بتبقوا ماشيين حاطين السماعات كده وكاترين كده عاملين كده، وبقى شكلكم مضحك جدا الصراحه. فتعالوا نشوف ازاي نعالج بقى الموضوع ده، واقول لكم على الحاجات اللي هم بيتنمروا عليها. لو ما عملتيش لايك اعملي لايك واعملي سبسكرايب في القناه عشان تنضمي لنادي سماسيمو السري، لاني هاجي اقول لك كل الاسرار وهبقى فتانه معاكي طول السنه. حاسه ان انا سالكه معاكم قوي، يعني انا اصلا كنت بتنمر معاهم. انا مش عارفه ايه اللي انا بعمله ده والله. يعني انا جايه اقول لكم دلوقتي ما تعملوش كده. دلوقتي لو حد كبير من الدفعات اللي اكبر منكم دخلوا يشوفوا الفيديو ده هيحاسبنوا عليا، انا عارفه. تعالوا بقى نشوف هنقول ايه، وخلوا بالكم من الكلام كويس جدا عشان بيضحك عليكم. اول حاجه، اوعي واياكي ثم اياكي مليون الف مره تروحي الجامعه بكعب. جو التيك تك تيك تك ده مش عايزين نسمعه تاني. انت هتبقي ماشيه تيك تك قدامهم، وحرفيا ولاد وبنات هيبقوا قاعدين بيعملوا كده، بيبصوا لبعض وبيبصوا عليكي. لو عينك جت على حد من اللي هم بيبصوا عليكي بيتنمروا عليكي دول، انت ثقتك في نفسك هتنزل للصفر. فبلاش ناخد المواضيع بقى من اولها كده. اوعي تروحي الجامعه بكعب. الكعب ده مش للجامعه يا ماما، الكعب ده للافراح، وبرده في ناس ما بتلبسش كعب في الافراح، مش وقتنا دلوقتي. المهم اوعي تروحي الجامعه بكعب. تاني حاجه، انا معرفش الدريسات القمر او الجيب والبلوزات او البناطيل اللي انت بتلبسيها وترتاحي فيها اثرت معاكي في ايه عشان تروحي الجامعه بلبس فيه ترتر. اقسم بالله الكلام ده انتوا هتشوفوه كدفعه لسه داخلين جامعه، هتشوفوا بعينكم ان فعلا في بنات بتروح الجامعه بلبس فيه ترتر. يا لهوي، تخيلوا تبقوا ماشيين في الشمس الصبح والترتر ده بقى عامل انعكاس بقى كده، فانت ماشيه بربرق بجد، اللي هو يا لهوي يا مسبتي يا خرابي، يا مسبتي يا لهوي يا خرابي، يا مسبتي يا لهوي يا خرابي، يا مسبتي يا لهوي يا خرابي. او اقسم بالله بجد انا مش عارفه، حاسه ان انا هخرس من كتر الصدمه. يعني انا تخيلت بس الموقف اخرسيت. اوعي تروحي الجامعه بترتر او بحاجه تروح مثلا الوانات فاقعه زي مثلا الليموني الاورنج، الالوانات دي. اما مش عارفه انتوا بتعملوا في نفسكم كده ليه بجد. يعني انا مش عارفه ازاي انسان طبيعي ممكن يفكر ان هو يروح الجامعه بالالوانات دي الساعه 8 الصبح. تاني حاجه، اوعي تروحي الجامعه بالالوانات المترقعه دي عشان هيضحك عليكي قوي قوي قوي، هيبقى شكلك وحش جدا. تالت حاجه بقى، لو انت كليه طبيه، علوم، كليه طب، كليه صيدله، اي كليه من الكليات دي، بلاش تروحي الجامعه اول يوم وانتي لابسه البلطو. بجد ما تلبسوش اول ما تخشي من باب الجامعه، لان هم بيبقوا عارفين ان الناس اللي بتبقى لابسه البلطو من اول يوم دول دي دفعه سنه اولى، فبجد بيمسكوهم تريقه. وخصوصا بقى لو انتي بتبقي رايحه الجامعه كده ومش عارفه بقى فين المدرج، هحضر فين، هحضر في مش بتبقي عارفه الدنيا قوي، فبتسالي فهم يعرفوا على طول انت سنه اولى، فبيقعدوا يتنمروا عليكي. انا اسفه ان انا بقول لكم كده، بس بجد الكلام ده بيحصل وهم فعلا بيتنمروا يعني. وفي ناس بتبقى بجحه بقى تقعد تتنمر عليكي في وشك كده ويبقى باين ان هو بيضحك عليكي وعادي. انا شايف ان ده حاجه عاديه. فخدوا بالكم، الحاجات دي بجد هتفرق جدا في ثقتكم بنفسكم. يعني لو حصل معاكم الموقف ده، انا حاسه ان انتوا هتبقى ثقتكم بنفسكم في الارض. انا هقول لكم برده دلوقتي على شويه حاجات كده تعملوها تخلي ثقتكم في نفسكم كويسه. بس تعالوا نشوف شويه ايه الممنوعات يا صاحبي اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي دي. رابع حاجه بقى، بس قبل ما نقول رابع حاجه انا عايزاكم تنزلوا في الكومنتات لو انتوا بتشوفيني لحد دلوقتي تقولوا لي اسماء احنا انضمينا لنادي سماسيمو السري. الحاجه بقى رقم 4، نسيت برضو تعملوا لايك عشان انا بفتن وبقول لكم اسرار الدفعات الاكبر منكم عشان تاخدوا بالكم. فانتوا بقى تعملوا لايك للفيديو ده ويوصل 500 لايك. حلو قوي 500 لايك، بما اننا لسه بادئين بقى وكده، ف 500 لايك حلو قوي، وتوصلوني ل 2000 سبسكرايب. اظن مش كتير عليا وانا بفتن لكم الاسرار الكبيره دي. رابع حاجه، بلاش ابوس ايدك تروحي ببلاشر قدك كده في وشك وتروحي بلون روج فاقع الساعه 8 الصبح. انت عارفين هما بيقولوا عليكم ايه؟ بيقولوا بلياتشو. بيقولوا البلياتشوهات بتوع سنه اولى السنه دي مثلا، يعني يقعدوا بقى يتنمروا تنمرات وحشه جدا والله العظيم بجد. يعني هم بجد بيبقوا، انا مش عايزه اقول خصوصا الولاد، ما بيسيبوش ما بيعتقوش واحده معديه غير لما بيتنمروا عليها.
فانت ليه تروحي ببلاشر قد كده بقى في وشك، وكمان بتروحي بروج مطرقع؟ يعني اللي هو اختاه ما تعمليش في نفسك كده، عشان هتبقي اضحوكه الجامعه بجد. خصوصا برضو ولاد الدفعه بتوعك، يعني انت لو انت في الجامعه بتاعتك ولاد وبنات، عشان في جامعات بنات بس، فانت هتبقي اضحوكه الجامعه بتاعتك. وعلى فكره اول مره بيشوفوكي فيها بالهيئه دي ما بتتنسيش بجد، وبيطلعوا ممكن يطلعوا عليكي بجد اسم كده بينهم وبين نفسهم بجد. الحاجات دي اقسم بالله بتحصل، عشان انا شفتها بعيني. فانا متخرجه، خدوا مني النصايح دي، انا بفتن لكم اهو فتن، يعني استغفر الله العظيم يا رب. الدفعات الكبيره خلاص بقى مش هيطيقوني بعد كده. تعالي بقى نشوف شويه حاجات لو عملتيها تبقي واثقه من نفسك كده اول يوم جامعه، وتبقي ماشيه كده يا ارض تهدي ما عليكي قد. تعالي نشوف، بس برضو باكد عليكي تعملي اللايك، يعني انا بتعب وبديكوا خبرات السنين. حطي اللايك وما تستخسريش فيا اللايك. فيلا بينا. واحد، لبسك يكون مريح. الراحه في اللبس بجد بتفرق في ثقتك بنفسك، غير لما تبقي لابسه حاجه انت مش مستريحه فيها فبتبقي متوتره، فلو حد قال لك كلمه او حد بصلك بصه هتبقي هتبقي متوتره اكتر، ثقتك يعني عدم ثقتك في نفسك هيبان اكتر. فلبسك يكون مريح، مكوي، والواناته لايقه مع بعض، واللبس ما فيهوش اي بقع. فدي بخصوص اللبس، الحاجات دي بجد هتفرق جدا. تاني حاجه تكون ريحتك نظيفه، ريحتك كويسه، مش بقولك تغرقي نفسك ريحه، لكن لا، ريحتك تكون نظيفه بحيث ان انت لو مثلا اتعرفتي على بنات جم يسلموا عليكي ما ياخدوش اول انطباع ان انت شخصيه مش نظيفه في نفسك وكده، لان برضو الانطباع الاول ده هو اللي بيدوم يا جماعه بجد. بس كده. لو عايزين بقى فيديوهات الثقه بالنفس وازاي نثق في نفسنا اكتر، فما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه، لان الفيديوهات اللي جايه بجد مهمه جدا جدا جدا، هتفيدكم قوي. وخصوصا كمان ان احنا برضو هنشوف ايه محتويات الشنطه بتاعه الجامعه، وازاي بقى حاجات كتير قوي بجد هتستفيدوا منها لو عملتوا اشتراك في القناه. وبرضو بفكركم ان انتوا تعملوا لايك للقناه، ويا رب يومك يبقى لطيف يا سكر انت يلي قاعده تتفرجي عليا لحد اللحظه دي. وبس كده، باي.